ميسي بقى الهداف التاريخي لكرة القدم واثبت انه افضل من رونالدو حتى في الاهداف بعد ما سجل ميسي امبارح الهدف رقم 764 في مسيرته بدون ركلات جزاء. الدنيا اتقلبت والكل بقى بيقول اننا لو حسبنا اهداف ميسي وكريستيانو بدون ركلات جزاء هيبقى ميسي متفوق على رونالدو بفرق هدف، وبكده يبقى ميسي هو الهداف التاريخي لكرة القدم. طبعا هو رقم اعجازي بكل المقاييس للاسطورة الارجنتينية ليونيل ميسي. لكن خلينا اسالك سؤال، هي ركلات الجزاء دي مش جزء من كرة القدم؟ بلاش دي، خلينا افكرك ان ميسي خسر 2 كوبا امريكا بسبب ركلات الجزاء، ده غير انه خرج مع باريس سان جيرمان من دوري ابطال اوروبا قدام ريال مدريد لما ضيع ركله جزاء، وفي النهايه ميسي وصل نهائي كاس العالم بعد ما اتحسب له 6 ركلات جزاء وفاز بالبطوله في المباراه النهائيه برضه بركلات الجزاء. يعني في النهايه الانجاز الاعظم في تاريخه زي ما الكل بيقول هو كاس العالم كان بسبب ركلات الجزاء. انا مش هنا علشان اقول لك مين افضل ولا اعمل مشكله بين جمهور الفريقين، كل اللي فيها ان الاثنين هم اعظم اسطورتين في تاريخ كره القدم. لكن سؤال الحلقه بيقول، هل ركلات الجزاء جزء مهم من كرة القدم؟ قول لنا في الكومنتات.